مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل المنتخب المغربي وكأس إفريقيا، نقاط تحتاج إلى تصحيح. والآن إلى التفاصيل. دشن المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا 2025 بانتصار مهم على منتخب جزر القمر. فوز منح أسود الأطلس 3 نقاط ثامنة في بداية البطولة، تلعب على تفاصيل صغيرة وهوامش دقيقة. ورغم أن النتيجة كانت إيجابية، إلا أن الأداء فتح باب النقاش وسط الجماهير المغربية، بينما ركز على أهمية الفوز ومن عبر عن قلقه من بعض الاختلالات التقنية والتكتيكية. 3 نقاط في الجيب، والبداية لا تقاس بالأداء فقط. في بطولة من حجم كأس إفريقيا، غالبا ما يكون الانتصار الافتتاحي مفتاحا لتخفيف الضغط والبناء على الثقة تدريجيا. المنتخب المغربي خرج بالأهم، حتى وإن لم يكن الأداء مقنعا في كل فتراته. التجارب السابقة تؤكد أن البطولة لا تحسم في الجولة الأولى، بل في قدرة المنتخب على التطور مباراة بعد أخرى. قراءة الجمهور: قلق مشروع ولكن بثقة. خلف هذا الفوز تفاعلت الجماهير المغربية بشكل واسع، وعبرت عن آرائها بوضوح وبالدارجة المغربية بين النقد والدعوة إلى الصبر. أحد المتابعين قال: إلا بقى نفس الأداء بحال اليوم ما عرفت أشنو نديرو ملي نتواجهو مع فرق اللي كبار، خصوصا أنه في هذا الكان كاع العوامل ممتازة، وعيبان هادشي في الأداء. خارجين بجوج إنذارات وأغلاط في التمرير وبطء في التحول، وكنتمنى هادشي يتصلح بجدية، حيث هادشي اللي شفنا اليوم خصوصا الشوط الأول خيبة أمل كبيرة. المهم هو الرباح. دابا أفضل فريق يصعد مع مرور المباريات، على الفريق يبدأ قوي ويتم إقصائه من الدور الثاني. تعلموا من درس كوت ديفوار وكيفاش دات كأس إفريقيا. هذا الرأي يعكس تخوفا واضحا من وجهة من مواجهة المنتخبات الكبرى بنفس النسق، لكنه في الوقت نفسه يذكر بأن الأهم هو التطور التدريجي وعدم تكرار الأخطاء. منتخبات بدأت قوية وخرجت مبكرا، وفي المقابل جاء تعليق آخر يدعو إلى الهدوء وعدم الاستعجال في الحكم. إذ واجه المنتخب المغربي فريق يستحوذ على الكرة، غادي يلقى مشاكل كثيرة، وعنشوف الجميع في الوراء ينتظر قدوم الخصم بالكرة. الأمس المنتخب لا يستطيع تطبيق عملية ضغط لاسترجاع الكرة في منطقة جزر القمر. جزر القمر كيخرجوا الكرة بطريقة جميلة. أتمنى أن تتوقف الصفحات عن الانتقادات لأنها المباراة الأولى فقط. سنكسب الإيقاع مع توالي المباريات. بالنسبة لي مباراة المجموعات فقط مباراة تحضيرية، لما بعد يجب إدارتها بدون إصابات ولا بطاقات بطولة. ستبدأ بعد المجموعات، آنذاك يعز المرء أو يهان، وهو رأي ينسجم مع فلسفة البطولة الكبرى، حيث تدار مباراة المجموعة بعقلانية، والتركيز يكون على الجاهزية البدنية وتفادي المخاطر. تحليل يوسف شيبو: الصبر مفتاح فك التكتلات. من جانبه قدم الدولي المغربي السابق يوسف شيبو قراءة فنية هادئة خلال الاستديو التحليلي لقنوات بي إن سبورت، مؤكدا أن المباراة كانت مغلقة بسبب اعتماد جزر القمر على التكتل الدفاعي محكم واللعب بحذر. وشدد يوسف شيبو على أن التسرع في إنهاء الهجمات صعب ومهمة المنتخب المغربي، داعيا إلى الصبر في بناء اللعب مع رفع إيقاع في اللحظات المناسبة. كما أشار إلى أهمية اللعب عبر الأطراف لفتح المساحات والحاجة إلى مهاجم صريح داخل العمق لاستثمار العرضيات. لم يخفي شيبو ملاحظة حول إبراهيم دياز، معتبرا أنه مطالب باللعب بوتيرة أسرع نظرا لإمكانياته التقنية القادرة على صنع الفارق أمام الدفاعات المتكتلة. وختم بالتأكيد على الانضباط التكتيكي وسرعة التحولات تبقى مفاتيح أساسية فيما هو قادم. مواجهة مالي: اختبار الجدية والانسجام. في الجولة الثانية يواجه المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الساعة 9 مساء. مواجهة قوية في سباق صدارة المجموعة، تنتظر فيها الجماهير رؤية المنتخب أكثر انسجاما وفعالية، ويعكس الوعود التي تحدث عنها الطاقم التقني بعد مباراة الافتتاح. بداية المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2025 كانت واقعية أكثر منها استعراضية. الفوز تحقق والنقاش فتح، والتحدي الحقيقي يبدأ الآن. تصحيح الأخطاء، رفع النسق، والحفاظ على ثقة الجماهير. بين النقد والبناء والدعم المتواصل يبقى الأمل قائما في أن يظهر أسود الأطلس بوجه أقوى مع توالي المباريات. دابا الخدس الرأي ديالي كنشوف واحد الناحية خاص المنتخب يزيد يصحح الأخطاء
ويكون خير إن شاء الله. حتى نتوما خليونا الآراء ديالكم في التعليق باش نناقشوها.